كان يوم أحد قبل الظهر بشوي، كنت قاعد بالبيت بغدريس، برن جلس التليفون، ببلغوني من غرفة الأوضاع بغدريس على أنه صار في انفجار كبير بكنيسة بالزوق، في ضحايا كتار بس مش معروف بعد شي غير هيك. فكرت 10 ثواني، 20 ثانية، 30 ثانية، وارتسم براسي السيناريو تماما بخطوطه العريضة اللي يلي عاد صار بعدين. هلا ليش ارتسم براسي هالسيناريو؟ من ورا شو؟ لأنه قبل تفجير الكنيسة كان صار في 3 جرايم ومحاولين يعملوا فيها نفس الشيء. من بعد كل جريمة كان يحطوا بعض الأدلة يلي تدل على القوات. للأسف كل السياسيين وقتها من رئيس الجمهورية ونزول كلهم سوا مشيوا، ما حدا قبل يواجه الإرادة السورية. كانوا بالمجالس الخاصة يقولوا لنا رأينا مثل رأيكم، بس بنهاية المطاف يروحوا ويعملوا مثل ما بده النظام السوري. في قوة وحيدة ما قبلت تعمل مثل ما بده النظام السوري، كانت القوات اللبنانية. وتأكدوا تمام انه لو ما التقى شاهد بين الترغيب والترهيب قدروا ضغطوا عليه تعاطى افاده معينه، كانوا عملوا جريمه 5 و6 و7 و8. اجهزه المخابرات وبالاخص المخابرات السوريه يعني كلنا سوا بنعرف اجرامها، بس المؤسف كان انه اكثريه القضاء اللبناني بوقتها يصير مطوع بهالشكل لصالح نظام الوصايه. كل الترتيبات كانت تصير بالضابطه العدليه، وكثير من القضاة كانوا يتحجوا بوراق بتجيهم مغلوطة مزورة، يتحجوا هن عارفين هيك، يتحجوا فيهم تيعملوا أحكام على أساس أوراق هن عارفين إنها مغلوطة. المؤسف كان أكثرية القضاء يلي تصرف بهالشكل عطى غطاء لنظام الوصاية، عمق نظام الوصاية، ساعد نظام الوصاية على يقمع كل الحريات بلبنان. ولاحظوا الحس الشعبي، في 10 شهداء بكنيسة سيدة النجاة، في عشرات من المصابين، في مئات من المتضررين، ما قدروا بالرغم من كل الضغوط اللي حطوها ما قدروا يخلوا شخص واحد يدعي على القوات اللبنانية أو ياخذ صفة الادعاء الشخصي. صحيح القتلة والمجرمين قدروا تمكنوا من بعض المصلين بكنيسة سيدة النجاة، بس رجعت سيدة النجاة تمكنت منهم، إن كان سنة 2005 وقت طلع جيش النظام يلي كان عم بيسأل هلا مين المسؤول عن جريمة سيدة النجاة. بكل بساطة بقلكم وبكل ضمير مرتاح، بدون ما فتش، بدون ما أبحث، نظام الأمن السوري اللبناني. إليان الطيش وميراي مشعلاني وماريا عطلة، الفريد عطلة، أنطوان عماد، منصور سكر، أندري عيد، توفيق منصور، عبدو أبو خليل وتوفيق خليل، شهداء على طريق القضية، شهداء على مذبح سيدة النجاة في سبيل سيدة النجاة ولبنان. ما رح ننساكم ولا لحظة، لأنكم شهداء بامتياز، متوا بأيام السلم مش بأيام الحرب، وحتى بدون ما تكونوا عم تدافعوا عن حالكم.